جهود كبيرة يقدمها أبناء الحشد الشعبي شرق محافظة الأنبار إلى جانب إخوانهم من القوات الأمنية والحكومة المحلية في تقديم الخدمات إلى حجاج بيت الله الحرام وتأمين الطريق الدولي وتكثيف الجهد الأمني من حيث العدة والعدد. من ضمن نشاطات قيادة عمليات شرق الأنبار وفرقة الإمام علي وبإشراف مباشر من سماحة الشيخ طاهر الخاقاني قائد عمليات شرق الأنبار وآمر اللواء الثاني فرقة الإمام علي، يتواجد الحشد في مفصلين مهمين لتفويج الحجاج. المفصل الأول هي سيطرة الموظفين حيث تستقبل الحجاج القادمين من شمال العراق ومن محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك وغيرها. والمفصل الثاني سيطرة الصقور اللي تستقبل الحجاج اللي قادمين من محافظة الأنبار حصرا. قمنا بهذا الواجب منذ بداية الحج والحجيج، ونساعد على تسيير العجلات وتأمين الحماية، وكذلك لدينا قطاعات أخرى على الطريق الآخر الموصل إلى طريق عرعر. فهذا الواجب واجب الحشد هو من ضمن واجباته الإنسانية اللي دأب عنها وباشر منها منذ بداية الفتوى، واللي احنا في أيام بدايتها وفي أيام ذكرها للسنة التاسعة على التوالي. وتعمل قيادة عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي على تأمين المناطق المحيطة بالمدن ما وفر بيئة آمنة للحجاج أثناء تفويجهم إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية. المفصل الأول اللي هو اللي يجون من الشمال واللي يجون من الموصل واللي يجون من كركوك واللي يجون من صلاح الدين يمرون على قطاعاتنا عن طريق ناظم التقسيم وصولا إلى الطريق المحدد لهم، هذا مكان. والطريق الآخر اللي هم يجون من عنده يجون من محافظة الأنبار حصرا لأهالي الأنبار من شمال الأنبار لجنوبها يمرون عبر قطاعاتنا، وإحنا قمنا بتأمين الحجاج لهم تأمين 100%، وضخينا عناصر أخر وعناصر جدد أخر وأسلحة في سبيل نأمن هاي المناسبة إلى أن يوصلون المناسك ويؤدون مراسم الحج ويرجعون. أيضا من يرجعون سالمين بإذن الله تعالى نستقبلهم بنفس الحفاوة وبنفس الحماية لحين وصولهم إلى أهاليهم. جهود كبيرة يبذلها أبناء الحشد الشعبي إلى جانب إخوانهم من القوات الأمنية الأخرى بكل صنوفها لتأمين قوافل الحجاج أثناء ذهابها من محافظة الأنبار إلى منفذ عرعر الحدودي مع الجارة السعودية. لقناة الطليعة الفضائية، صباح الطائي، الأنبار.